داروها اشبال الاطلس ملحمه جديده في تشيلي وتاهل لنصف نهائي كاس العالم بوجه الشباب. المنتخب المغربي لاقل من 20 سنه واصل المشوار العالمي ديالو بطريقه بطوليه وحقق فوز تاريخي على المنتخب الامريكي ب3 اهداف مقابل هدف واحد. هذه المباراة اللي كانت في إطار ربع نهائي كأس العالم للشباب تشيلي 2025 عرفت أداء رائع من العناصر الوطنية اللي بينوا على شخصية قوية، تركيز عالي وقتالية كبيرة من أول دقيقة حتى صافرة النهاية. بالنسبة لتفاصيل الأهداف، الهدف الأول جاء في الدقيقة 31 من رجل المتألق محمد ياسر الزابيري بعد هجمة منظمة وتسديدة مركزة. الهدف الثاني سجلوه جوشوا ويندر ضد مرمى في الدقيقة 67 بعد ضغط مغربي رهيب. والهدف الثالث جاء في الدقيقة 87 عن طريق ياسين جاسم اللي حسم الأمور لصالح الأشبال. أما الهدف الوحيد ديال المنتخب الأمريكي فجاء من ضربة جزاء في الدقيقة 6 من وقت بدل الضائع ديال الشوط الأول عن طريق كول كامبل. أداء جماعي أكثر من رائع وتمركز ذكي وروح عالية خلت المغاربة كاملين يعيشوا ليلة من ليالي المجد الكروي. بهذا الانتصار الكبير أشبال الأطلس كيتأهلوا رسميا لنصف نهائي كأس العالم للشباب وكيقربوا خطوة جديدة من تحقيق حلم كل المغاربة. كل التهاني لأسود الصغار اللي شرفونا ورفعوا الراية المغربية في العالي، ودابا العيون كلها على النصف النهائي اللي غادي يكون نار إن شاء الله.